ريك يعتني بوالدته المريضة أنها تأكل وتتناول أدويتها. في أحد الأيام يجدها ممسكة بمسدس وتتمتم بآيات مظهرها مخيفا، لكن قبل أن يتمكن من التصرف تعتذر وتضغط على الزناد. بعد 3 سنوات يكافح ريك لإعادة بناء حياته. يبحث عن عمل في مجال البناء ليكتشف أن وظيفته القديمة قد أخذت، وبسبب يأسه يلجأ إلى صديقه جيريمي الذي يؤمن له مكانا في العمل رغم وصوله المتأخر. أثناء العمل يصيب ريك نفسه ويلاحظ امرأة في الحديقة تدعى أنطوانيت. يطلب منها بلطف حقيبة إسعافات أولية لكنها ترفض، وبعد أن شرح لها أنه يحتاج فقط لتنظيف الجرح ليتمكن من مواصلة العمل وافقت أخيرا. وأثناء معالجته لنفسه يهمس أحد الخدم بشيء لأنطوانيت فتسرع بطرد ريك، ومع ذلك وأثناء خروجه يلمح غرفة بها نقود موضوعة على الطاولة. مدفوعا بفقره يتسلل ريك للغرفة ويأخذ ورقة نقدية واحدة، لكن قبل أن يغادر يمسك به رجل مسن يدعى جورج دريتون مالك القصر. وسرعان ما تصل أنطوانيت غاضبة وتطرده في الحال، متوعدة بتدمير فرصه في العثور على عمل. يتوسل ريك معترفا بخطئه ويشرح أنه تعرض للسرقة الصباح وكان بحاجة إلى منزل، ولدهشته السيد دريتون يسامحه ويعطيه كامل رزمة النقود كدفعة مقدمة. لا شيء يثير الشكوك أكثر من رجل ثري مسن يسلم رزما من النقود ببساطة دون شروط، أليس كذلك؟ في تلك الليلة ينتقل ريك للعيش مع جيريمي الذي يسأله عما سيفعله لو كان يملك المليارات. يحلم ريك بالرفاهية والعشاء الفاخر وإعادة إشعال العلاقة مع حبيبته السابقة. ثانيا يضحك جيريمي ويصف ريك بالفاشل الذي لا يكمل شيئا يبدأه، ولهذا هو مفلس الآن. عليك التوقف عن بدء أمور لا تستطيع إنهاءها. في اليوم التالي يناقش ريك وجيريمي هدف عملهما، لكن أنطوانيت تقاطعهما وتستدعي ريك للسيد. يعود ريك ليجد جيريمي يقيم حفلة. كانت تانيا هناك، لكن قبل أن يتمكنا من الحديث يأتي جيريمي ويسخر من إخفاقات ريك. ماذا كنت تفعل بحق الجحيم؟ أعيش الحلم اللعين. لاحقا تقول تانيا إنها لم تتوقع أبدا أن يبقى ريك بعد وفاة والدته. فجأة يثير جيريمي فوضى وهو مخمور. كان الانفجار الغريب قاسيا وكان ذلك مهينا لريك. يا رجل، هل أنت جاد؟ أيها الحقير الناكر للجميل. يجلس ريك في غرفته محطما يحدق في مسدسه ويفكر في أسوأ الاحتمالات. بدلا من ذلك يضعه جانبا وينهار باكيا. دريتون يكشف الرجل العجوز أنه يندم على عدم وجود عائلة ترث ثروته، ثم يسأل ريك إن كان متدينا. يعترف ريك بأنه سابقا دريتون الذي نشأ بلا أب أصبح الآن متعلقا بالدين أيامه الأخيرة. يقدم عرضا يبعث على القشعريرة. ندخل صلب الموضوع. إذا أكل ريك وجبة مصنوعة من جثته حيرث كل شيء. ريك المذعور يظن أن الأمر مجرد مزحة، لكن دريتون يصر على ذلك. وجبة واحدة وثروة لا نهائية. حسنا، هل هذه خطة حمية متطرفة للأثرياء جدا، أم أن هذا الرجل شاهد الكثير من أفلام الرعب؟ على أي حال يرفض ريك، لكن دريتون يصر على أن ريك هو الشخص المناسب لهذا العبء. هذا عرض حقيقي. في تلك الليلة في صباح اليوم التالي يبدأ بالاتصال بشكل محموم بحثا عن وظائف. لا شيء، ثم طرق على الباب. يسلم الرجل لريك ظرفا ويخبره أن حضوره مطلوب في القصر. بداخل الظرف دعوة وبدلة رسمية. يقول الرجل إنه سينتظره في السيارة بالخارج، ويظهر له احتراما أكبر بكثير مما يثير الشكوك حول جيريمي. سرعان ما يصل ريك إلى منزل السيد درايتون، حيث تخبره أنطوانيت أن السيد درايتون توفي. تعطيه عقدا وتشرح له أنه إذا تناول ريك وجبة أعيدت للسيد درايتون فسيورث كل ثروته، ومع ذلك عليه أكل كل لقمة حتى النهاية، ولا يمكن لأي شخص خارج القصر أن يعرف، وإلا سيخسر كل شيء. يصارع ريك القرار لكنه يوافق بعد تردد. قريبا يتم تقديم وجبة وتوضع الأطباق على جثة السيد درايتون.
بعد فترة وجيزة يجبر ريك نفسه على تناول طبق تلو الآخر، توضع القطع الأخيرة مباشرة على صدر درايتون، ومع تذكير أنطوانيت له بأنه يجب أن ينهي كل شيء حتى آخر فتاة، وبطريقة ما يفعل ريك ذلك، وعندما ينتهي تعطيه أنطوانيت بطاقة تحمل كلمات السيد درايتون الأخيرة: من الضروري إنهاء الوجبة، وتنص على أن ريك يتحمل جميع أعباء درايتون ويقدم روحه مقابل ذلك. ودون أن يفكر بوضوح يوقع ريك العقد ويغادر، لكن من الواضح أنه بدأ يشعر بالتوعك بالفعل. بعد ذلك بوقت قصير يعود ريك إلى المنزل وينهار على سريره منهكا، ولكن عندما يغلق عينيه يجد نفسه تحت الماء محاطا بمخلوقات شيطانية مرعبة. يصرخ من الخوف بينما تسيطر عليه الرؤية: كن حذرا مما تتمنى ولمن تمنح ولاءك. في صباح اليوم التالي يستيقظ ريك ويلاحظ رجلا يحدق به في ممر المنزل، وعندما تلتقي أعينهما يهرب الرجل. يركض ريك خلفه، لكن توقفه أنطوانيت التي تتصرف وكأن شيئا غريبا لم يحدث. تخبره أن القصر ملكه الآن وبإمكانه طرد أو توظيف الموظفين كما يشاء. يرفض ريك غير متأكد مما يفعله بحياته الجديدة. تعطيه أنطوانيت بطاقة ائتمان غير محدودة وتشجعه على الاستمتاع بثروته بدلا من القلق بشأن العواقب. لاحقا يزور ريك ناديا ويطلب ويسكي نادر. رجل يجلس بالقرب منه يسخر منه، مشيرا إلى أن ريك لا ينتمي إلى هناك، ويتساءل كيف يجرؤ على طلب الويسكي. ردا على ذلك يطلب ريك زجاجتين من الويسكي الفاخر، واحدة له وواحدة للرجل. سآخذ زجاجتين من ذلك. لاحقا يذهب ريك إلى شقة جيريمي ليجمع أغراضه. يحاول أن يعطي جيريمي بعض المال، لكن جيريمي يرفض قائلا إنه سيتدبر أمره بنفسه. ترى تانيا ريك وتسأله إن كان قد ربح اليانصيب. يقول ريك إنه شيء أفضل حتى من ذلك. تسأله إن كان بخير ويصر ريك على أنه كذلك. أنت وجيريمي مجرد هراء، ثم يقترح أن يخرجا معا كما كانا يفعلان في السابق، لكن تانيا تتردد وتقول إنها لا تستطيع لأن جيريمي ينتظرها. جيريمي ينتظرني. كالماكايلان. عندما يعود ريك إلى المنزل يبدأ في الشرب، لكنه فجأة يرى امرأة تظهر أمامه. يلمس وجهه ويدرك أن أنفه ينزف، وقبل أن يتمكن من الرد تختفي المرأة ثم تظهر من جديد وتهاجمه، وهي تصرخ وتلومه على ما حدث لها. فجأة يجد ريك نفسه تحت الماء مرة أخرى، يكافح لالتقاط أنفاسه. يستيقظ وهو مبلل ومرعوب مستلقيا على الأرض. في حالة من الذعر يركض فورا إلى الطابق السفلي ليجد أنطوانيت ويبحث عن إجابات. يتهم ريك أنطوانيت بأنها دست له المخدرات، ويصف امرأة مبللة تماما هاجمته وسحبته تحت الماء. تظل أنطوانيت هادئة وتطلب منه أن يهدأ، لكن ريك يصر على الحصول على إجابات، ثم يسأل عن البيان الذي قرأه بعد تناول الطعام. وبدون تردد تعطيه أنطوانيت البيان، وأثناء قراءته مرة أخرى يبدأ كل شيء في الاتضاح، ويجتاحه شعور عميق بالرعب حين يدرك خطورة ما فعله. هل هذا ممكن حقا؟ عندما يسأل ريك إن كان ما يحدث له ممكنا حقا، تشرح له أنطوانيت أنه قبل وفاة السيد درايتون أصبح مهووسا بطقوس دينية غريبة للهروب مما كان يعتقد أنه مصيره الجحيم. أي مصير؟ الجحيم؟ سرعان ما يكتشف ريك كتابا عن ممارسة قديمة كانت فيها العائلات توظف شخصا غالبا من الفلاحين ليأكل وجبة فوق جثة ربما لأحد أفراد العائلة، وبذلك تنتقل خطايا الميت إلى من يأكل. كان يطلق على هؤلاء الأشخاص اسم آكل الخطايا. يدرك ريك أن هذا ما أصبح عليه. تؤكد أنطوانيت ذلك وتشرح أن الثروة الهائلة دائما ما يكون لها ثمن، وهذا هو الثمن الذي وافق ريك على دفعه عندما أكل من جثة درايتون. يعود إليه حسه السليم ويصاب ريك بالذعر قائلا إنه بحاجة لإصلاح هذا الأمر. لا يجب أن أصلح هذا.
سأصلح هذا. ودون أن ينتظر أي رد يندفع خارج المنزل متجاهلا توسلات أنطوانيت بأن يهدأ. وبحثا عن الخلاص يذهب ريك إلى كنيسة للاعتراف. يعترف بأنه يعلم أنه قد ارتكب خطايا، لكنه لا يفهم حتى ما هي خطاياه. أنت تبحث عن الغفران؟ نعم. يخبره الكاهن أنه يجب عليه أولا أن يعترف بأخطائه قبل أن يغفر له، بدون ذلك لا يمكن الحصول على الغفران. وبينما هو محبط يعود ريك إلى المنزل ويبدأ في استجواب الخدم عن السيد درايتون. مع ذلك يتجنبون جميعا، يرفض يتحدث. بصراحة في هذه المرحلة ربما يتمنى ريك طردهم وتوظيف أشخاص يجيبون فعلا على أسئلته. وأخيرا يطالب ريك أنطوانيت بالإجابات، مهددا إياها بفقدان عملها إن لم تخبره بكل شيء. تسلم أنطوانيت ريك الوثائق بهدوء. السيد، تقرير الطب الشرعي للسيد درايتون، وصور مسرح الجريمة وسجلات الشرطة واعتراف مسجل. يكتشف ريك أن السيد درايتون مشتبه به في جريمة قتل زوجته سوزان التي كانت على علاقة غرامية. السيد درايتون كان يدعي البراءة، لكن ريك يدرك أن المرأة التي هاجمته كانت روح سوزان. بعد ذلك بوقت قصير يعود ريك إلى الكنيسة ويعترف إنه قتل سوزان. يسأل الكاهن لماذا فعل ذلك، لكن ريك غارق في مشاعره، يقول إنه لا يعرف. وأثناء صلاة الكاهن تظهر روح سوزان المنتقمة وتحاول خنق ريك، لكن لحسن الحظ تطرد صلوات الكاهن روحها ويتم إنقاذ ريك. الصلوات المقدسة تعمل أسرع من مهارات ريك. في اليوم التالي تتصل تانيا بريك قلقة بشأن جيريمي، تقول إن جيريمي يتصرف بجنون الارتياب وبعيدا عنها، وتطلب من ريك أن يتحدث معه قبل فوات الأوان. في تلك الليلة يلاحظ ريك شخصية مظلمة تقف بصمت قرب أريكته. فجأة يسقط مصباح على الأرض، وبينما يتبع حبلا ملقى على الأرض يتجمد ريك من الخوف عندما يرى رجلا يرتدي قناعا بالقرب منه. يتحرك المقنع نحو ريك الذي يهرع مذعورا للطابق بحثا عن أنطوانيت، وبدلا من ذلك يظهر طفل شبح. وبينما يشعر ريك بالذعر تدخل أنطوانيت بهدوء وتسأله هل ناداها. يحاول ريك يشرح، لكنه يجد نفسه عاجزا عن الكلام. ثم تكشف أنطوانيت حقيقة صادمة: درايتون لم يولد ثريا، لقد كان أيضا آكل خطايا، وهكذا حصل على ثروته لأول مرة. أكلوا الخطايا يرثون خطايا عملائهم، ويتحملون جميع الجرائم والأفعال الشريرة للأموات. تخبر أنطوانيت ريك أن كل ما يمر به من أشباح ورؤى مخيفة هو نتيجة لتلك الخطايا، وتحذره من أن هذا العذاب لن ينتهي أبدا. لقد رأى نفس الأشياء التي رأيتها أنت. تشرح أنطوانيت أنه مع مرور الوقت أصبح السيد درايتون مستهلكا بهذا العبء، كان يعيش في خوف دائم، تطارده نفس الرؤى التي يعاني منها ريك الآن. وفي النهاية السيد درايتون لم يعد يحتمل الأمر أكثر، فأنهى حياته بنفسه وهو يعلم أن خطاياه ستنتقل إلى ريك. يسأل ريك كيف يمكنه التخلص من الخطايا. تقول أنطوانيت إن الطريقة الوحيدة هي أن ينقلها إلى شخص آخر مستعد ليحل محله، وإذا لم يفعل سيحمل الخطايا حتى وفاته، وسيستمر عذابه حتى بعد ذلك، ومن المرجح أن يعذب إلى الأبد. تنصحه بأن يستمتع بثروته طالما يستطيع، وتعرض عليه حبوبا لمساعدته على التأقلم. يرفض ريك قائلا إنها لا تستطيع مساعدته. ثم يعود إلى الكنيسة مرة أخرى بحثا عن بعض السلام، لكن الكاهن يرفض أن يدخله. حتى الكاهن يقول له: لا، هذه ليست مشكلتي يا صديقي، اذهب إلى المنزل يا فتى، أرجوك هيا. في تلك الليلة وعجز ريك عن النوم يستسلم أخيرا ويتناول الحبوب. بينما كان مستلقيا في سريره يرى شبحا واقفا بالقرب منه. يختفي الشبح ثم يظهر مرة أخرى بعد لحظات وهو يلوح فوقه. يصاب ريك بالذعر ويسقط من السرير ويبدأ الزبد يخرج من فمه. في تلك اللحظة تدخل أنطوانيت، لكن ريك لم يعد واعيا بالكامل. يسمع صوت والدته ويرى أنها واقفة أمامه. يتحرك ريك نحو صورة والدته. يوقظه الدكتور كيلدير. يخبر ريك أنطوانيت أنه يريد تجربة شيء جديد.
أنطوانيت توافق على المساعدة وتعترف بأن حتى السيدة درايتون لم يفكر بهذه الفكرة. تساءل أنطوانيت ريك إن كان مستعدا للتخلي عن كل شيء. هل أنت متأكد أنك مستعد للتخلي عن كل هذا؟ إنه مستعد، ومع ذلك يتردد عندما تسأله إذا كان لديه شخص في ذهنه لينقل إليه الإحساس، ثم يسأل إن كانت أنطوانيت ستأخذهم بدلا منه. يقترح أن هذا يحررها من حياتها الحالية ويمنحها السيطرة لأول مرة. تتردد أنطوانيت إن عقدها لا يسمح بذلك. يصر ريك إنه لا يستطيع فعل ذلك بمفرده. قريبا تقترح أنطوانيت جيريمي ليكون الآكل النحيف التالي، لكن ريك يرفض، إنه لا يستطيع فعل ذلك لشخص يعرفه طوال حياته. توضح أنطوانيت أنها تعني شخصا يائسا قادرا على السرقة والعنف. فجأة يرى ريك شبحا خلفها ويزداد ذعرا، مصرا على أن جيريمي لا يمكن أن يكون هو. في تلك اللحظة يتصل جيريمي مذعورا قائلا إنه في ورطة مع أشخاص خطيرين ويحتاج المال. يسرع ريك لمنزله ومعه النقود. كان المكان فوضى، فأمسك ريك بمسدسه تحسبا لأي طارئ، لكن سرعان ما يرى شبحا يتوسل المساعدة فيطلق النار مذعورا. ومع ذلك عندما ينظر مرة أخرى يدرك أنه أطلق النار على تانيا. مصدوما يحدق في جسدها الخالي من الحياة. بعد قليل يدخل سائق ريك ويسحبه بعيدا عن مسرح الجريمة ويأخذه للمنزل. تطمئنه أنطوانيت بأن كل شيء سيتم التعامل معه. منهكا يقول ريك إنه يريد فقط أن ينتهي كل هذا، فتخبره أنطوانيت بأنه يعرف ما يجب عليه فعله ليحصل على السلام. يقرر ريك أن ينقل اللعنة إلى جيريمي ويتصل به ليأتي. يصل جيريمي وهو في حالة انهيار قائلا تانيا ماتت. يلوم نفسه معتقدا أنه كان بإمكانه إنقاذها. فاقدا للأمل يطلب جيريمي العمل لدى ريك. عندها تكشف أنطوانيت الحقيقة. يريد ريك من جيريمي أن يصبح ملتهم خطاياه. يجب على جيريمي أن يأكل وجبة من جسد ريك الميت ليرث ثروته. مصدوما يسأل جيريمي إن كان ريك يحتضر. توضح أنطوانيت أن ريك اختار أن هذه الحياة ليست له، ويعتقد أن جيريمي قادر على تحمل هذا العبء. بعد قليل يستلقي ريك على طاولة بينما الدكتور يستعد كيلدير لإجراء الطقس. تطمئن أنطوانيت بأنه سينجح، سيعمل الأمر. قريبا يعطي كيلدير حقنة قاتلة فيتوقف قلب ريك. في عالم آخر يستيقظ ريك ويرى أشباحا تتوسل المساعدة وأمه في المسافة، وعندما يقترب تتحول إلى تانيا. يعتذر كل منهما للآخر قبل أن تختفي تانيا أمام عينيه. بعد قليل تنقلب الأشباح على ريك، لكن روح أمه تطردهم بعيدا. ثم ينهض ريك وهو يلهث. تؤكد أنطوانيت أن جيريمي أكمل الطقس وتلا الصلاة وتولى حياة ريك. لقد بدأ بالفعل بإعطاء الأوامر، وبالفعل يدرك ريك أن الأشباح قد اختفت ويؤكد حريته. تقول أنطوانيت إن جيريمي قد تقبل دوره الجديد وتأمل أن يفعل ريك الشيء نفسه. بعد 6 أشهر يعمل ريك كعامل بناء بعيدا عن حياته السابقة، وفي الوقت نفسه تكتب أنطوانيت اسم جيريمي في كتاب أكلي الخطايا السابقين. ومع ذلك في القصر تطارد جيريمي نفس الأشباح التي عذبت ريك. تسمع أنطوانيت صرخاته المرعوبة تتردد في أرجاء القاعات، وعيناها تتوهجان بشكل مخيف، مما يوحي بأن المزيد من آكلي الخطايا سيأتون ويرحلون في هذا القصر. ريك أيضا في موقع البناء يأخذ استراحة غداء في حديقة تحت شجرة، لكنه ليس وحده. شبح تانيا يجلس بصمت إلى جانبه، لكن من الواضح أنه لم يندم على قتلها، ويبدو غير مكترث بوجودها الشبحي.